كتاب احمد حلمي شفرة حلمي. صحيت من النوم لقيت رسالة مبعوتالي من الفنان أحمد حلمي. كان شاف الرسومات بتاعتي على الحساب بتاعي على الأكاونت يعني، ولقيته باعت لي قال لي في كتاب بيتعامل عنه اسمه شفرة حلمي، تأليف الناقد الفني الكبير أستاذ طارق الشناوي. فيعني هو انسان مهذب جدا جدا جدا. لقيته بيقول لي بجد انسان راقي ومهذب وجميل ويعني حتى بعد كده يعني بقينا اصدقاء، وده شرف ليا لانه انسان نقي. فلقيته بيقول لي لو موافق وما عندكش مانع فتعمل لي الغلاف. طبعا انا فنان وبشتغل بفن، يعني انا مش بشتغل الفن ده مش بشتغله كحرفه او كمصدر دخل، لا كفن، لان انا اوريدي انا مهندس اتصالات ورجل اعمال. فالفن بالنسبه لي اشباع شغف وفن في المقام الاول والاخير. انا علشان بحب احمد حلمي ده بجد، وعلشان كمان يعني انا اللي اسعدني جدا ايه ان انا عارف ان احمد حلمي مهندس ديكور وفنان تشكيلي وفنان بجد، فنان بجد، حتى ادواره السينمائيه فنان بجد. احمد كان مخرج في الفضائيه المصريه معانا، من اجمل المخرجين، ولما فكر ان هو يشتغل ويعمل برنامج لعب عيال على القناه الفضائيه المصريه كان من اجمل الحوارات واذكاها على الاطلاق، وبيتسم بنبره صوت جميله وعقل رائع خلاق الحقيقه. بالظبط. وده الفن اللي كنا بنتكلم عنه في الاول لما حضرتك قلت لي انا ازاي شاعر ورسام وكاتب ومخرج ويعني كذا حاجه في نفس الوقت. احمد نفس الحاله. احمد نفس الحاله بالظبط كده. لكن انت لسه ما مثلتش؟ لا لسه مثلت شويه في الكليبات اللي انا عملتها. فلو جينا لقينا احمد الفنان احمد حلمي علشان هو فنان بجد، كان مذيع، وكان حضرتك قلت لي كان معاكم في الاخراج، كان مخرج وعندنا مذيع في الفضائيه بالظبط، مخرج ومذيع وفنان تشكيلي. انا شفت له لوح عاملها بالقهوه بالبن، بيرسم بالقهوه بالبن. فنان بجد. وحاجات تانية، في حاجات يعني بيرسم. انا دايما بشوف الرسام ده، يعني انا لما بتسأل ايه اسلوبي في الرسم او برسم نوعيه ايه، لا انا شايف ان الفنان يرسم كل الانواع، يرسم بكل الطرق، يرسم على الازاز، يرسم على حجيره، يرسم على حجر، يرسم. الفنان يرسم باي شكل. فاحمد حلمي فعلا كده. فده اسعدني جدا ان حد رسام وفنان تشكيلي يختارني. فده بالنسبه لي يعني انا دايما بقول انا بشوف مصممين اغلفه بيصمموا اغلفه كتير جدا. انا دايما بقول غلاف احمد حلمي بالنسبه لي بكل الاغلفه. انت فنان كبير بيختارك، ما هو كان ممكن يعمله هو مثلا ابسط حاجه. فانت لما فنان تشكيلي مهندس ديكور فنان كبير متذوق للفن كبير جدا يختارك، فده بالنسبه لي